السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة مهمة جدا لاننا هنتكلم فيها عن علامات غضب ربنا اللي محدش واخد باله منها. يبقى لازم تركز معايا من بداية الحلقة وبكل أذن صاغية. في ناس كتير مننا فاكرة إنه غضب ربنا علينا بيكون في صورة مصيبة أو مرض أو خسارة كبيرة في بضاعة، لكن القرآن الكريم والسنة علمونا حاجات كتير أخطر مما نتوقع. يعني غضب ربنا علينا أحيانا بيجي في صورة هدوء، والهدوء ده مرعب جدا لأنك ما بتحسش إن في أي حاجة غلط. خليني أفهمك في الحلقة دي علامات غضب ربنا علينا زي ما وصفها وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها. وأول علامة هنتكلم عنها وهي قسوة القلب وعدم الإحساس بالذنب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن زادت حتى يغلف بها قلبه. فتعالى اوصف لك كمان الران اللي ذكره ربنا سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من الطبيعي ان اي حد فينا يغلط يحس بالذنب، ضميره يأنبه، لكن في ناس من كتر ما بتكرر الغلط مش بتحس الاحساس ده، وده معناه ان الذنب او الغلط ده بقى حاجة عادية بالنسبة له، ودي علامة خطر جدا لان في وقتها القلب بيبدأ يقسى. وتاني علامة هتكلم عليها النهاردة وهي تسويف التوبة، وده معناه انك تفضل تقول لنفسك هتوب بعدين، لسه العمر قدامي، اغلط كمان حبة وبعد كده اتوب، علشان لما اتوب اكون عملت كل حاجة انا كنت عايز اعملها. وده ربنا سبحانه وتعالى قال: وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني يفضل يعمل الذنب لعند ما يموت ويقول أنا تبت دلوقتي. في الوقت ده ربنا مش هيتقبل التوبة بتاعته. والعلماء قالوا إن تأخير التوبة ده معناه قسوة كبيرة موجودة في القلب. وتالت علامة وهي إنه الدنيا تتفتح لك مع الغفلة. يعني دايما تيجي تفتكر إنه ربنا لما يرزقك برزق واسع ده بيساوي دايما رضا من ربنا. يعني يجي في بالك على طول ان فلان ربنا رزقه يبقى ربنا راضي عنه، لكن القرآن الكريم قال كلام غير كده: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وعارفين ده معناه ايه؟ معناه الاستدراج، ان ربنا يفضل يدي العبد ويستدرجه وهو فاكر نفسه انه تمام جدا، ولكن بيتسحب بهدوء من غير ما يحس. ورابع علامة واشدهم خطورة هي انك تبدأ تبرر الغلط، يعني تبدأ تنتقد الشخص اللي بينصحك. يعني بدل ما تقول انا غلطان تبدأ تقول هو مين مش بيغلط؟ كل الناس بتعمل كده. انصحك الحاجة دي غلط تقول لي ما هو كل الناس بتعملها، ما هو الموضة بتاعت اليومين دول، ما هو الزمن صعب. الزمن اللي انتوا عشتوه غير الزمن اللي احنا عشناه. اهي الفئة دي بالذات ربنا وصفهم وقال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. والعزة هنا على فكرة مش مقصود بيها الكرامة، العزة هنا مقصود بيها التكبر والاستكبار اللي انت عايشه اللي بيضيع التوبة منك. وخامس علامة انه الطاعة تكون تقيلة على قلبك، والذكر يكون أتقل، والصلاة تكون مملة. والعلامة دي اتكلم عليها ابن القيم وقال: من عقوبة الذنب حرمان الطاعة. وده معناه ان العقوبة مش دايما مصيبة، احيانا بتكون حرمان من الطاعة. وبكده وصلت معاكم لنهاية حلقة النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم، ولو انت استفدت شير الحلقة عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.